كوكو البنات، السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله في هذا الفيديو نلقاكم في اتم الصحه والعافيه، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. وعارفه راسي طولت عليكم بزاف الغيبه مده طويله، ما حطيت شي فيديو في القناه بحكم كانت عندي شي ظروف صحيه اللي خلاتني ما نحطش حتى شي حاجه، ما نصور حتى شي حاجه. والله يعافي والله يشافي الجميع يا ربي، والله يوري يعني الله يوري البلال لشي واحد يا ربي، لان اللي عنده الصحه ديالو يحمد الله ويشكر عليها، واللي بلاه الله بشي صحه يحمد الله ويشكر ثاني. يعني كل داء يعني فيه خير، واللي احتسب بالداء ديالو لوجه الله تعالى راه ماجور عليه باذن الله سبحانه وتعالى، والله يغفرنا بهم جميع الذنوب ديالنا. المهم انا قلت زعما مده ما طولت عليكم، يعني واحد المده كبيره بزاف، قلت علاش لا اللي ما نشاركش معكم واحد الخريجه خرجتها صراحه. كنت قنطت بزاف بحكم كنت مده طويله ما خرجتش من الدار. المهم خرج قلت نسالي وليداتي هيدا، واستغليت النهار اللي كيكون جالس فيه راجلي في الدار. قلت نخرج الوليدات هيدا من نشم شويه الهواء، من ديال القنطه شويه، من نساليكم معايا في طنجه شويش. المهم هذه الجهه ديال مالاباطا خرجنا، كان واحد الصباح ديال الجمعه خرجنا هيدا تسارينا، فطرنا، بدلنا شويه ديال الجو. الحمد لله على كل نعمه يا ربي. هنايا لقيت واحد الحاجه صراحه ضراتني في خاطري شويش، لقيت واحد الولد مسكين غرق والعائله ديالو كانت واحد الحاله يرثى لها. المهم هنا فطرنا واحد الفطور هيدا متواضع. المهم كل واحد كيمشي على قد الجهد ديالو، الانسان يخرج وليداتو مره هيدا شويه يطيروا يفوجوا، واخا ماشي ضروري يكون لاباس عليك. المهم واحد المره في الشهر اولا في شهرين مثلا اولا 3 شهور كاع، كل واحد الاستطاعه ديالو يخرج وليداتو يعمل لهم داكشي اللي نفسهم فيه، ما يبقاوش يحسوا بالحرمان. المهم يعني اللهم يعني شي حاجه قليله ولكن بسيطه، ولكن كتعطيهم واحد طاقه ايجابيه كبيره، لان الاطفال ملي كيكبروا ما كيبقاوش يفكروا يعني شنو شرينا لهم اولا شنو عطيناهم، ولكن كيبقاو شنو عملنا لهم، يعني فين ديناهم فين جبناهم. المهم الله يقدرنا، والله اللي عنده وليداتو الله يرزقوا به، يعني الله يرزقوا باش يكبروا. اللي ما عندوش الذريه الله يعطيه ذريه صالحه يا ربي، ويفرحوا يا ربي بقرة العين. المهم هذا طريق مالاباطا، كان هنايا عندهم عاملين واحد السباق ديال السيارات. المهم هنا كان الجو ديال الشتاء، اصلا كانت الشتاء كتنقط صراحه، كحمقني نمشي للشتاء. هذا البلاصه فين كاينه الجهه ديال مالاباطا، الاسم ديالها باش تعرفوا كاينه الجهه ديال فيلا هاريس. كاين واحد الاوتيل كيقول اسمه اوتيل طارق، هو اللي كتشوفوه دابا. كنحاول نقرب الصوره باش تشوفوه. هنا كاين واحد الرياض كبير فيه الالعاب، كاين الالعاب اللي بالفلوس وكاين الالعاب فابور. وما نتوما كتشوفوا هنايا الاجواء كيفاش عامله. صراحه الله هاد البلاصه هذه بالذات يعني فيها واحد الجو غزال، واحد الرياض اولا البارك. كل واحد شنو كيقول، حنا كنقولوا الرياض ملي كتدخل داخل واحد الراحه نفسيه كبير تبارك الله، ونقي وكيجلسوا فيه غير الناس اللي نقيين، والناس يعني ما كاينش ديك الوساخ وديك يعني كل واحد يسيب بحال شكون ديك الزبال وداكشي، ما كايناش في هادشي مره نهائيا. الناس كيجيو عائلات مع بعضياتهم. المهم صراحه الله واحد الجو غزال بزاف. اللي جا طنجه يجي يزور هذا البارك ديال فيلا هاريس، صراحه الله واعر معتنيين به، حتى الناس صراحه محافظين عليه. ونخليكم شويش عيده تساراو معايا شويه.
من بعد ما سالينا المسالين ديالنا جينا للدار باش نطيب العشاء. المهم هذه واحد الطرف من الضلعه كانت باقا عندي. هذا الفيديو هذا اصلا مصوره قديمه، مصوره الايام ديال العيد الكبير، ودابا عاد كتب لي باش نبارطاجيه معاكم. المهم عملت شويه ديال مغرفه صغيره ديال المطرد، عملت شويه ديال الثومه محكوكه، شويه ديال الكيمون. اللي ما عندوش مطرد يعمل الزبده، اي نوع ديال الزبده اختياري باش كتعطيها واحد الهشاشه. عملت شويه ديال سكنجبير، عملت شويه ديال الزعفران، ممكن تستغناو عليه وممكن تعوضوه بزعفران شعره. انا ما عنديش الزعفران شعره. عملت شويه ديال الملحه، عملت شويه ديال القرفه، عندي العطريه ديال اللحم. انا ما عملتش اللي بزار حيت هي اصلا حاره وحنا ما كناكلوش الحار. ممكن نزيدو السوداني. عملت شويه ديال يعني ما كاملاش مغروفه ديال صغيره ديال صلصه الصوجه، لان عندي الثقيله ما عنديش الخفيفه. ودائما صلصه الصوجه من الافضل شريو الثقيله ما تشريوش الخفيفه. هنا المهم كنت فلحت اللحم، فلحت واحد الشويش باش تدخل فيها العطريه من داخل. ونبقى ندخل ديك الشقايق ديك الفلحات وغادي نشرملها مزيان. انا هاد المقادير ما قدونيش، زدت عليهم واحد الشويش. المهم نحاول ندخلها كامله وغادي نلويها بالسلوفان مزيان، لان الا دخلناها للثلاجه وبقى الهواء كيضرب فيها راه غادي يعني ديك اللحم بحال اللي غادي تقصح على الوجه ديالها وكتولي زرقاء. ما هيدا كتبقى مزيانه، واخا تبقى لك حتى يومين ما كتخسر، ما كتوقع حتى شي حاجه، لان ما فيهاش البصله اللي غتخسرها، ويعني كتكون محافظه من الهواء. المهم هنايا ملي خرجنا وجينا عاد انا عملت نهار ما قبل كيف ما قلت لكم. عملت البصله شرائح، عملت شويه ديال ازير، اكليل الجبل، عملت شويه ديال الرند، وراق سيدنا موسى، شويه ديال القشور ديال البرتقال عندي ميبسين حتى ما عملتهم. عملت شويه ديال اللحم، عملت اللحم فوق منه وشللت ديك الطبسيل ديك العطريه اللي فيه وكبيت عليهم. المهم اختكم هنايا تحربات كافحات جهدات مع داك المجمر. ما كنعرفش نشعل المجمر، واكره نهار عندي هو اللي غادي يشعل المجمر. راه ما تشوفونيش راه شعلته بواحد السهوله، راه مونطيت اللي قدرت نمونطي بواحد مشقات الانفس. عيت ما كنعمل العواد نعمل الفحم فوق البوطه. المهم كافحت حتى كبيت عليه شويه ديال الفحم، كبيت عليهم شويه ديال الزيت، وبقيت كنشعل ديك العواد من فوق من النوم. عملت العواد من فوق من النوم والكرتون عاد باش تشعل لي. المهم هنايا عملت شويش ديال الماء، شويه ديال البرقوق، شويه ديال الزبيب، قبصه ديال الملح. ملي طابوا عملت لهم شويه ديال الصلصه ديال الصوجه، القرفه والسكنجبر، عفوا المزهر باش كيتعسلوا. وديك لاصوص ديالهم كبيتو على الطاجين. حتى طفى لي التليفون ما قدرتش نصور لكم المرحله اللي عسلت بها البرقوق. هنا القاعده ديال المغاربه كاملين، الخبز ضروري ما كتسخن فوق المجمر. ملي كنشعل المجمر ضروري، وبخصوص في الايام ديال العيد كنسخنوا فوق من المجمر. وهذا هو الطويجن ديالي معلق بالصحه والراحه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالبارطاج واللايكات والتعاليق الرائعه ديالكم باش نزيد لقدام. وان شاء الله نبقى نجيب لكم دائما الفيديوهات المحفزه ان شاء الله وبالصحه والراحه. وشكرا على المتابعه، وكنتمنى نلقاكم في لا فيديو اخر بصحه جيده ان شاء الله.